هل انتهى حلم حكيم زياش مع المنتخب المغربي؟ مشاكل في ناديه التركي وقرار حاسم من الركراكي يثيران الجدل بين جماهير أسود الأطلس. التفاصيل الكامل في هذا التقرير. يبدو أن النجم المغربي حكيم زياش يعيش واحدة من أصعب فتراته الكروية وسط غياب عن التألق مع ناديه التركي كالاتا سراي وتراجع في مستواه البدني والفني. ومع اقتراب المعسكر التدريبي المقبل للمنتخب المغربي، تشير التقارير إلى أن زياش أصبح خارج حسابات المدرب وليد الركراكي. بحسب مصادر مطلعة، فإن غياب الجاهزية البدنية والمشاكل التي يعيشها اللاعب مع فريقه التركي هي الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار. زياش الذي يعاني من فترة صعبة، بات من المتوقع أن يغادر كلاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. الركراكي من جانبه لم يقف مكتوف الأيدي، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً مع زياش وطلبه بالبحث عن فريق جديد لاستعادة مستواه الفني والبدني. المدرب أوضح أهمية الجاهزية الكاملة لجميع اللاعبين قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي تستضيفها المغرب. ورغم كل الشائعات، أكدت المصادر أنه لا وجود لأي خلاف بين الركراكي وزياش. الركراكي وصف زياش باللاعب المميز، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من استعادة كامل إمكانياته ليعود لدعم أسود الأطلس في أقرب وقت ممكن. هل سيكون هذا القرار نقطة تحول في مسيرة زياش الكروية، أم أن غيابه عن المنتخب قد يطول؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وانتظروا منا كل جديد عن أسود الأطلس.